السلام عليكم ومرحبا بكم دائما في قناة بنت بابا. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. جبت لكم اليوم وصفة اسفنج منفخ وفارغ من الداخل. تابعيه وجربيه على طريقتي، حنعطيه لكم من صميم القلب بكل اسرار نجاحه. سورتو للمبتدئات راح ينجح لكم من اول مرة، واللي ما تعرفش ديرو ولا ما ينجحلاش راح ينجح لك. في قصعة حطيت 2 كيسان تاع سميد، بيان سور يكون مغربل. نحط كاس ونص تاع الفرينة تكون كذلك مغربلة. نحطو مغرف تاع الملح مع مغرف كبيرة ولا مغرف ونص، سورتو كي راهو بارد الحال نتاع خميرة الكسرة. نخلطو هاد النواشف كامل مع بعض ونكونو سخنا الماء. كي كانت سخانة نديرو غير الماء دافي فقط، اما كي راه بارد الحال نديروه شوية سخون. نبداو نبلو في هذاك السميد والفرينة ورانا نطمو فيه بهذه الطريقة، يعني تبلي وتطمي، ماشي تروحي ديري كيما البغرير الافون بعد تحصلي فيه، لا ديري غير بالعقل وتبداي تطمي فيه. هنا لازم تحصلوا على عجينه تكون يابسه، يعني شايده روحها شويه كيما راكي تشوفي وراهي تبان امامكم. ماذا بك ديري عفسه هكا تحت القصعه باش ما تجينيكش كيما انا ما صحليش كامل كيفاش نخدم. فوالا نبداو نطمو مليح حتى يتجانسوا مع بعض ونتحصلوا على عجينه واحده تكون يابسه بهذه الطريقه. وندلكوها بكف اليد كما وريت لكم بهذه الطريقه. ندلكوها هكا شويه، من بعد ندوروها الكوتي الاخر، نزيدو ندلكوه غير براحه اليد كما كتشوفي، نزيدو ندورو. من بعد كي ندوروها على الكاتفاس نعاودو نقلبوها كامل ونزيدو ندلكو. وحنا ندلكو في العجينه تاعنا ندلكوها 20 دقيقه حتى نص ساعه، يعني حتى يطيحوا قويمك كما يقولوا العجايز. واش حيصرى لها العجينه؟ راح تطلق روحها كما كتشوفوا وتولي تبان لكم ليس. راهي ديجا راهي تبان امامكم، وراني نوريكم كيفاش نقلبوا على الجوايه في 4. شوفوا ندلك هكا، من بعد نقلب. فوالا نزيد كي دلكت هكا شويه نزيد ندورها. فوالا وراني ندلك. هنا السر تاع الخفاف اللي راهم يقولوا لكم لازم ديري ولا تعملي، لا دلك فقط. هنا بعد ما دلكتها 20 دقيقه نجيب الماء يكون سخون ونشكل دبزه هكا بين يديا، ندير غير شويه ونبدا كشغل ندخل هذاك الماء بالدبزه. من بعد نقلبها ونزيد ندخل غير يديا هكا بالدبزه وندخل هذاك الماء، نقلبها بهذه الطريقه. فوالا راهي راح تتشرب لك هذاك الماء اللي درتيه. وشنو ماكش راح ديري قلتها باينه بلي راك حديري عفسه صغيره تقريبا، يعني يكون نولون كيلو بالك نص فنجال ولا فنجال ناقص اسبوعين مثلا. وراني ندور وندخل بالدبزه حتى تنشف ونبدا نجمع فيها بهذه الطريقه. نجمعها ونمررها كامل على هذيك القصعه باش تنشف لي هذاك الماء ولا تشرب لي هذاك الماء اللي بقالي. فوالا شوفي كيفاش راني ندور على القصعه كامله. هنا راني اعطيت لكم اسفنج تقليدي، يعني بلا بيتخا بلا حاجه واحده اخرى. انا بيتخا موجوده بصح جامي نخدم بها. هنا نبداو ندلكو بالابهام، شغل ندخل الابهام فقط ونبدا ندلك. وشنو نعطي لها شويه وقت. هنا تبدا تخرج لك في البنابل اذا عطيتي لها الوقت الكافي. كيما احنا نخدموا للدار حنعطي لها بيان سور الوقت الكافي. بعد نزيد ندير لها شويه ماء ونزيد ندخل الماء هذاك بالدبزه تاعي ونبدا ندور على القصعه كامله حتى تشرب هذاك الماء كامل. ونزيدو نعاودو نرجعو للابهام وندلكوها غير بالابهام، يعني بلا ما نستعملو كف اليد. وهنا كي ندلكو راح ندلكوها 5 دقائق 10 دقائق ونزيدو نديرو لها الماء ونكرروا العمليه حوالي 3 مرات 4 حتى 5 مرات على حسب السميد اللي عندك. شوفي راني نستعمل في الابهام فقط، وشوفوا كيفاش راني ندلك، يعني ما تشابهش كيما كانت يابسه من الاول. فوالا يعني كل ما ندير الماء ونشفو راح ندلكها 10 دقائق، نزيد ندير الماء ونزيد ندلكها 10 دقائق وهي رايحه حوالي 4 مرات 5 على حسب السميد اللي عندك. هنا باش يخرج الخفاف تاعك منبل لازم العجينه تاعك هي اللي دير البنابل تحت يدك، ماشي السر في الخميره، ولا لازم دير البنابل تحت يدك. نزيد لها الماء هنايا ونزيد ندير الدبزه هذه ونحاول ندخل الماء غير بالدبزه تاعي.
نقلبها. فوالا طريقة سهلة مهلة تعرفها جداتك وتعرفها الأم ديالك ويعرفوها الناس الكبار كامل، وهذه اللي كبرنا عليها وتربينا بها. كما قلت لكم أنا البيتخا متواجدة، لكن ما نعجنوا بها، ما نديروا بها لا بغرير ولا خفاف ولا مسمن ولا عفسة واحدة أخرى. هذه الأمور كامل نديروهم بشكل تقليدي. كي نطم هذاك الماء ولا نجمعو مليح، يعني العجينه تاعي تشرب لي الماء، وندور كامل على القصعه هذيك. نبدا ندلك غير بالابهام كيما راكي تشوفي بلا ما نستعمل كف اليد. نزيد نعاود ندير الماء. شوفي هنا ديجا راني درت 3 مرات، تروح لك حتى 6 مرات. وشنو الماء مادام بارد الحال نديروه سخون شويه، ماشي سخون يغلي تروحي تحرقي روحك ومن بعد تحصليها فيا. ودائما لما ندخلوها غير بالدبزه بهذه الطريقه، ورانا نقلبوا في العجينه تاعنا ونديروا لها هكا بالدبزه حتى يتشرب لنا هذاك الماء كامل. من بعد كي تتشرب لنا الماء نبداو نجمعوا فيها هكا بالانامل وندوروا كامل على القصعه. من بعد ندلكوها شويه بالسبابه، عفوا بالابهام بهذه الطريقه، وراح تطلق روحها وتولي وحدها تتلاصق. شوفي كيفاش راهي تتلاصق. وهنا تقدري كشغل كي تنشفيها من الماء تعطي لها الوقت الكافي وانتي تدلكي فيها بالابهام، يعني حتى تخرج لك البنابل. هنا في القصعه راح تخرج لك البنابل تاعها. فوالا باش راح يجيك منبل يعني كي تقليه. فوالا هنا واش راح ندير، راح نضربها بهذه الطريقه، يعني نشمخ يدي شويه بالماء ونرفعها للاعلى ونطلقها اشاك فوا هكذا بهذه الطريقه. فوالا لازم تخبطيها مليح. ساعين بالماء ونشكل القرصات تاوعي هكا، ويكونوا مقدرين يعني ما كبار ما صغار بزاف. شكلهم هكا. نجيب طرشونه نغطيهم ونخليهم يتخمروا ويرتاحوا. نجيب عفسه هكا باش نحل فيها، سينو في طاوله العمل. كاين ناس تستعين بالزيت وكاين ناس تستعين بالماء. حنا في الدار دائما نستعينوا بالماء، يعني نفتحوها بالماء. نجيب انا هنا جبت قدامكم شويه زيت ونفتحها بهذه الطريقه، كشغل نخبزها غير بالانامل فقط، مش راح نحلها كيما الشخشوخه، لا كشغل نخبزها هكا بالانامل. بعد نشكل فراغ هكا في الوسط ونروح نقليها، والزيت لازم تكون سخونه. علاش؟ باش ثمثم تتنفخ لك وما تشربلكش الزيت بزاف. بعد نجيب مغرف ونبدا نطرش فيها مليح بالزيت باش تنفخ لي من الفوق وماش راح تشرب لي الزيت. سينو اذا درتيها والزيت بارد راح تشرب لك الزيت وماش حتنفخ لك ثمثم وماش حتنجح لك. فهمتوا كيفاش؟ وكل ما نقلي وحده نحيها ونروح نعاود نخبز الاخرى حتى نكمل السفنج تاعي كامل. اني وريته لكم بكل تفاصيله وعطيت لكم السر تاعو اللي هو فدليك والخميره. يعني مادام بارد الحال لازم ندير مغرف ولا مغرف ونص تاع خميره، والماء لازم يكون شويه سخون ماشي دافي. شوفوا في صحن التقديم السفنج تاعنا راهو واجد، راهو منفخ وفارغ من الداخل، واللي حباتو يكون منبل كيما قلت لكم تعطيلو الوقت الكافي وانتي تدلكي فيه يخرج لك البنابل في القصعه قبل من القليان. نتمنى الوصفه تاعنا اليوم تكون نالت اعجابكم. اطلب منكم دعمي في قناتي فضلا وليس امرا حتى يصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي الاقتصاديه السهله والبسيطه. مبقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه.